الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على رحمة المهداة سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ما زلت مع السائل تاع وهران، التاجر اللي يبيع الخلاخل النسائية، والخلخال يوضع في الساق تاع المرأة. يعني قالوا له حرام، لأن الله يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقلت لك الآية لا علاقة لها ببيع الخلاخل. يجوز لك أن تبيع الخلخال للنساء، والمرأة لما تشتري الخلخال وتضعه يعني في ساقها تتزين به لزوجها عندها الأجر إن شاء الله. وكانت عادة النساء عندنا كلهن يلبسن الخلاخل، هذه عادة موجودة وليست بحرام ولا مكروهة، بل إذا فعلت للتزين للزوج عندها الأجر. وأما الآية الكريمة فهي تتحدث عن المرأة اللي تلبس كعب وتروح تقربع في الطريق باش يلتفتوا إليها رجال ويشوفوا المفاتن أنتحها. أو قال ربي: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني هي تتعمد هذا، لما تكون خارجة من بيتها تعمر روحها بالمساحيق، تخدم شعرها، تخدم روحها، ومن بعد تلبس كعب وتبدأ تقربع باش يشوفوها الناس وينظرون إليها. شي واضح راهي دير روحها حاطة عينيها ومسكينة حشمانة وكذا، يتمنعن وهن راغبات. ولكن بهذاك التقربيع تاع رجلها راهي كليري قبل بوقة تعيط: يا رجال شوفوا فيا. هذه الآية ما عندهاش علاقة ببيع الخلاخل. بيع الخلاخل بيع ولا شيء عليك. قاع ولاو يفتيو، قاع ولاو علماء، الشعب قاع يفتي. توجعوا الدرسة يروح لعند طبيب تاع الأسنان، يوجعوا راسه يروح طبيب تاع الريصان، يسحق يشري يروح لعند التاجر، السيارة تاعو تحبس يروح لعند مصلح السيارات. ولكن كي يتعلق الأمر بدينه ما يروحش يشوف فقيه ولا عالم ولا إمام، يروح يسقسي في القهوة في الزنقة. وين جات مسألة للعلماء راهم حابسين فيها، تصيبهم في القهاوي يفتيوها. واحد يقولوا انا ما جاتش في راسي، واحد يقولوا دابخي موا ودابخي توا. انت وشنو توا انت وشنو؟ ربعت رجليك قريت، راك حافظ تفسير القرطبي. وين هذه؟ من تواضع لله رفعه. سائلة من تيزي وزو تقول: ولدت حفيدتي بإعاقة تامة، والأمل في شفائها موجود إذا ذهبت للخارج، وكنت قد جمعت مبلغا من المال لأداء العمرة أو الحج، لكنني أصبت بالمرض الخبيث ووهنت صحتي بعد العلاج الكيميائي. سؤالي سيدي، انصحني ماذا أفعل؟ هل أمنح هذا المال لصهري ليعالج ابنته وأحتسب ذلك عمرة أو حجة، أم أعطيه لمن يرغب في الحج عني فأنال أجر الحج؟ أولا يا أمي أسأل الله أن يعافيك إن شاء الله، وأسأل الله أن يقويك وأن يثبتك وأن يأجرك في مصابك. وهذا المرض يعطاه لك ربي لأنه يحبك، ينقيك من الذنوب حتى تلقين الله ولا ذنب عليك. إن الله إذا أحب عبدا قال لملائكته: يا ملائكتي صبوا على عبد البلاء صبا، فإني أحب أن أسمعه وهو يقول يا الله. ما لا تقول يا الله يا الله يا الله حتى تلقى يا ربي ولا ذنب عليك. بالنسبة للحج حاولي تفهمي يا أمي، الحج سقط عنك بالعجز. أنت الآن ما وش واجب في حقك الحج،
الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبر، الإحرام والسعي ووقوف عرفة، ليلة الأضحى والطواف والردفة. قال علماؤنا من شروط صحة الحج القدرة عليه، وأنت مريضة عاجزة فقد سقط الحج عنك. إذا كي تروحي تعطي لكاش إنسان تقول له حج عني، الحج عنك ساقط. ولذلك أنا أنصحك أن تستعملي هذا المال في علاج هذه الطفلة المريضة ويكون لك الأجر. ما هوش أجر الحج لأن الحج سقط عنك، يكون عندك أجر. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. حييتي روح بشرية، حييتي طفلة، أعطيها لهذا البنت، هذه بنتك، أعطي لهم الدراهم تعالج إن شاء الله ويكون عندك الأجر العظيم. وأما الحج فلا حج عليك لأنك مريضة وعاجزة. الله يعمر دارك بالخير والبركة. سائلة من العاصمة تقول: أقسمت على المصحف في حالة غضب كبير أني بريئة من ابني إلى يوم الدين، ولما هدأت ثورتي وعدت إلى الصواب تكلمت مع ابني وندمت، فماذا يترتب علي؟ صومي صومي صومي. حلفتي على قطيعة رحم، وليدك رحم نتاعك، وانت حلفتي باللي ما تهضريش معه إلى يوم الدين. يوم الدين يعني إلى يوم القيامة، وانت حتعيشي إلى يوم القيامة. وإنما انت القصد نتاعك محسوب ما تهضريش معه حتى تموتي، وحتى بعد الموت زعما كي يبعثنا ربي يوم القيامة تقعدي ما تهضريش معه. هذا كلام فارغ. صومي 3 أيام واستغفري واندمي وصلحي مع وليدك، هذا إن كان مخطئ أنصحيه، وإن كان على حق فاتبعيه. سائلة تقول: زوجي يأتينا بالأكل والفواكه من مطعم الشركة، فهل يجوز لنا أن نأكله؟ إذا كان هذا الأكل ويجيب زوجك من المطعم تاع الشركة، يعني كلاو العمال ورايحين يرموه، زوجك خاف يرموه أداه، هنا يجوز، وما يجوزلوش يخليهم يرميوه، يجوز يديه لبيته. ولكن إذا كان هذا الأكل العمال ما شبعوش وما يقولوا لهم لا لا خلاص الماكلة ما عندكمش حق تعاودوا باش هو يدي لداره، هذا أكل حرام لا يجوز له أن يأخذه إلى بيته. مسألة أخرى: إذا كان المطعم تاع الشركة، يعني حنمثل باش تفهموا برك، الصح كي نفهموا ماشي يقالوا قولون احنا ما فاهمين والو. أنا حنمثل زعما 50 كيلو بطاطا تكفي باش ياكلوا العمال. زوجك يقول هذاك اللي ينقي البطاطا يقول له نقي 70 كيلو، يعني يخدمها باش بالعام يشيط، باش نهار يشيط يقول له باكو تشوفوا واش نديروا له، كان رميوه ما لا لازم نديه لداري. إذا كان يفعلها هكذا حرام عليه، وهذا من التبذير، وقد أكل حق غيره. ومناعيه يقول له ما تجيبناش ما دامك خدام عندك شهريتك، أنفق علينا من مالك، أما تجيب لنا هذاك اللي حق العمال فلا يجوز إلا في حالة واحدة. أنا قلت لكم كلاو العمال وقعدة الماكلة، قعدة الماكلة هذه الماكلة لا يجوز إلقاؤها في المزبلة، لا يجوز إلقاؤها في المزبلة. واحد النهار داروا حفلة في واحد الفندق فخم، قعدوا 8 كباش، 8 كباش مشويين. هذاك الخدام تاع الفندق قالوا له رميهم، ما قدرش مسكين، خرج شاف واحد سيد جايز عيط له، اعطاهم له في 8، اعطاهم له في 8، قالوا ما تبيعنيش، وكان يفيقوا لي تصار لي مشاكل. حسبنا الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.